والله لا البنات غادي نتوحشكم بزاف وبلا قياس. ما بقى والو، غادي نتفرقوا. بقات لنا غير شي 3 ايام ولا 4 ايام. ايوا غدا اخر امتحان عندنا. شنو البروغرام اللي نديرو في دوك اليومين اللي بقاو؟ ضروري من نخرجوا ونخليوها متورخه. اش بان ليكم البنات؟ والله لا فكره ساره بصح. اجي نتفقوا البنات بعد غدا ان شاء الله نمشيو في الصباح الحمام ونمشيو نقادو شعوراتنا ونشريو شي كسيوات. ايوا نمشيو نديرو شي سهرة فاعلة تاركة. صافي مشات. حتى انا متفقة معاكم سارة الرأس المدبر اللي قلتها خاصها تكون. كي حماقوا عليا صحاباتي وانا كنحماق عليهم. حنايا صحابات وكتر قولوا خواتات. كاين انا ورجاء وهدى، حنا كارين واحد لابارتومون في سونتر فيل. جات واحد لابارتومون زوينه وموقعها واو. اختارينا هاد الموقع باش حتى شي واحد ما يزعم علينا. المهم محافظين على راسنا وعجبنا الحال كاملين مفاهمين وكل شي كنديروه مع بعضياتنا، كنتعاونوا على الصغيره والكبيره. انا اللي فيهم شويه زعيميه كنضل ندابز، واللي هدر معايا كندمو على النهار اللي تزاد فيه. انا صعيبه واحد شويه، ولكن ضروري الواحد يكون فارض الوجود ديالو ويخلي كل شيء ما يطلعلوش فوق راسه. ايوا اجيو نعرفكم على راسي. انا كنقرا في كليه الاقتصاد، رجاء كتقرا ادب انجليزي، اما بالنسبه لهدى فهي دايره الحقوق. وحنايا في الاوقات اللي كتكون عندنا خاويه كنخدمو في سونتر دابيل. المهم حنايا معمرين وقتنا وكنقراو من قلبنا باغي نوصلو. خدينا الباك بنقط تقريبا بحال 14 ونص 15. انا جبت 15، هدى جابت 14 ونص، رجاء جابت 14 نيشان. المهم الحمد لله كنبغيو نقراو وباغي نوصلو لبزاف الحاجات اللي كنتمناوهم. رجاء وهدى ماشي غير صحابات وصافي، ولكن بنات الخالات. وكيفاش حتى تلاقينا وكل وحده والشعبه ديالها تلاقينا في واحد العرس وتفاهمنا مع بعضياتنا. داك العام كان عندنا سيزيام، بقينا كنهضروا على القرايه وكنضحكوا، تبادلنا الماري ومن تما مصاحبين مع بعضياتنا. خلاص رجاء وهدى كيف ما قلت لكم راه بنات الخالات. هذه هي قصتي مع صحاباتي. والديا اللي بعادين هما في واحد الفيلاج، وانا جيت كنقرا هنايا في هاد المدينه. ما كنمشيش ديما، كنمشي في العطل والمناسبات والاعياد، هادشي اللي كنمشي فيه. وحتى البنات يعني ماشي كل سيمانه غاديين جايين. عائلتي اللي لاباس عليهم هما اللي معروفين في داك الفيلاج. عندنا واحد الفيرما قدها قداش، حنا مازال ساكنين مع جدي وجداتي. با والميمه عندهم غير بابا وواحد عمتي اللي هادي شحال وهي غايبه، ما عارفين عليها حتى شي خبر. قبل ما نزاد كاين زايد غير خويا الكبير اللي عنده دابا 34 عام، وجوج خواتاتي كانت مزيودة منهم غير صافية. اما منال كانت باقة، ومنال كبر مني انا ب4 سنين. المهم عمتي مشات واحد النهار ما رجعتش، كل شي عارف السبب، ولكن ما عارفينش هي فين دابا ولا انا بلاصه عايشه. من النهار جرى عليها جدي وقال لها ما عمرك تحطي رجلك هنايا. كانت مسكينه تفلى عليها واحد ولد عمتها، الله ياخد فيه الحق، تفلى عليها وفي الاخر حملات. هزت ديك الكريشه ومشات، ما بقاتش رجعات. وداك ولد عمتها من داك النهار مشى الخارج، ما عاودش ورانا كمارتو، الله ياخذ فيها الحق. كيف ما قلت لكم صافي عمتي مشات. كل واحد شنو كيقول لينا، واحد كيقول لينا يعني ما بقاتش في المغرب، واحد كيقول لينا كاينه في طنجة، واحد كيقول لينا وجده. بابا مسكين عيا ما يقلب عليها، واخا جدي ساخط عليها وما باغيش يشوف وجهها لحد الان. ولكن بابا زعما عيا ما يقلب عليها والغالب الله
قلب وعيا فين ما كيسمع انها في شي بلاصه كيمشي يقلب عليها، ولكن حسها ما كاينش. ايوا الله يكون معاها، وكنتمنى نشوفها شي نهار. انا عندي 21 عام دابا كيف ما قلت لكم، قبل ما نتزاد وقبل ما تزاد حتى اختي ما شافتهاش. ايوا ندوز باش ما نزيدش نطول عليكم، نوصف لكم راسي. انا طيتي زوينه ومقاده، الطول ديالي متوسط، ما طويلش بزاف وما قصيراش، وبيضه. اللون ديالي ابيض كيف الحليب، بشرتي صافيه وزوينه، عينيا خضرين، وشعري دايره له واحد لاكوب قصيره، وزهر. عينيا اللي كبار، وحجباني اللي جايين قادين ولكن خفافين، اللون ديالهم حتى هو بحال لون شعري. اما بالنسبه لحنيكاتي فهم حمامرين، وفيهم واحد الغمازات. سنيناتي اللي مسيت فين وبيض كيشعلو، وفمي منفوخ وكبير واحد شويه. ايوا هذه هي ساره، زوينه بزاف ومسراره. ودابا غادي نمشيو لمكان اخر، وبالضبط في واحد الشركه في باغي عاصمه فرنسا. كان واحد الشخص شاب في الثلاثينيات من العمر ديالو، جالس وكيسني شي وراق. دق الباب، دخل عنده واحد السيد، قال له راني لقيت لك جميع المعلومات اللي كنتي باغي. عطاه الملف، شدو في يدو وقال له واخيرا غادي نشوفكم ونتعرف عليكم. خرج من البيرو ديالو وهو متوجه للدار، سلم على واحد المرأة اللي كانت راقية وزوينة بزاف. قال لها ماما انا غادي نمشي المغرب. قالت له علاش ولدي؟ قال لها ضروري غادي يمشي وما غادي يرجع حتى غادي تكوني مجموعة مع عائلتك. قالت له صافي يا ولدي، هذاك الباب سديته. الا كانوا هما كيبكيو الدموع، انا كنبكي الدم ولدي. صافي ابا ما باغينيش، ما كاينلاش. ايوا هذه اللي كتهضر لالا ياقوت، عمتي اللي مشات وما رجعاتش، عمتي اللي غامرات بحياتها ومشات لمدينة فرنسا وعيشت ولدها أحسن عيشة، حتى ولا بالشركات وبالطوموبيلات والديور والفيلات، ولاو لاباس عليهم بزاف، حيت تزوجت واحد القاوري قبل ما تولد ولدها. كانت تزوجات واعترف ليها بولدها اسماعيل، اللي دابا تبارك الله فين وفين. زادت ولدت معاه جوج بنيتات، وحده ليليا وحده سيليا، تويميات، بنات عمتي حتى هما، عندهم دابا 27 عام. ايوا اسماعيل هنا كيقول ماما انا غادي نمشي، هي غادي نمشي، وانت غادي توافقي على هادشي، حيت ضروري تعطيني بعض المعلومات مازال باغيهم باش هكا نمشي ونرجعك مع عائلتك. انا الفرحه كنشوفها لك ناقصه في عينيك، ناقصه في الاجواء اللي كنكونوا في العيد، في اي حاجه. هنايا عمتي لالا ياقوت كانت محافظه على جميع داكشي اللي كنديروه في المغرب، ثقافتنا، التقاليد ديالنا، العادات، حتى حاجه ما نساتها، وحتى حاجه ما خلتها ما دارتهاش. كل شيء معلماه لولدها، وحتى راجلها طبق على داكشي، بنياتها كل شيء محترم راسو، كل شيء عارف التقاليد والعادات ديالهم كيفاش دايره. كانوا كيهبطوا المغرب ولكن نهائيا واش كيمشيو ما عمرها فكرات انها تجي الفيلاج ديالنا اولا تجي لدارها اولا تواجه باها. من بعد سنين وسنين كانت كتجي تقريبا كل 3 سنين 4 سنين، ما كتحاولش تجي، كتبغي ولكن ما كتقدرش، كتقول لا ما نقدرش نمشي، ما نقدرش نعرف با يكون مات ولا امي نقول مات غير بالفقصه غير بسبابي. حتى قرر ولدها انه يهبط المغرب وما يشوفش من موراه، باغي مو تلاقى بعائلتها ولو مره واحده. هنايا البطل ديالنا اسامه خدا اول طياره
اللي غادي يهبط فيها المغرب. وجد كاع داكشي اللي خصو يوجد، حتى كان هابط بلا فاليز ديالو. غير قطع في الصباح، في الليل شد الطياره ديالو اللي غادي تستغرق 2 سوايع باش يوصل لمدينه الدار البيضاء. ايوا المهم غير هبط من الطياره، شم ريحه البلاد، عجبو الحال بزاف، وحس بواحد الاحساس مغاير على كل مره كيجي فيها المغرب، حيت دابا غادي يجي لبلادو وغادي يمشي يشم ريحه جدادو. اول مره كيحس بالراحه، واول مره قرر من بعد ما شاف الام ديالو عيات وكتمنى تشوف والديها، ولكن ما قادراش حيت خايفه. قالت ما نعرف الدنيا والزمان هذا، ما نقدرش نمشي ولا نوريهم وجهي، واخا زعما ما مسكينه بقات فيها، واخوها اللي هو بابا بقات فيه اختو حيت كانت مازال صغيره، ولكن الاب كان صارم بزاف، ما كانش باغي بنته طيح له راسو في التراب، ولكن هو اللي ما عارفش ان ولد عمتها اللي تعدى عليها وطمعها بالزواج، حتى ثاقت فيه ما بين ليلة وضحاها، مشى للخارج وخلاها. ايوا هنايا عمتي مسكينه ما لقات شنو دير، واجهاتهم بهادشي اللي طرا ليها، حتى وقع اللي وقع. ايوا سي اسماعيل جا للبلاد، مشى نيشان لوطيل باش يرتاح، لحقاش داز واحد النهار طويل. ايوا قال نرتاح شويه والغد ليه نخرج نكتشف. ايوا ارتاح واصبح الملك لله. اليوم نهار جديد واصبح جديد كيحمل في طياته احداث جديده اللي غادي تدي بينا بزاف ديال الاحداث اللي زوينين وغادي يعجبوكم. ايوا هنايا ناضت ساره وصحباتها هدى ورجاء مشاو نيشان للحمام مع 11 النهار، دازو صايبوا شعرهم ومشاو كيدوروا في كاع لي ماغازان كيقلبوا على شي حاجات، شي كسيوات اللي يلبسوا اليوم بالليل. اليوم قال لك الزهره اليوم غادي يديروها متورخه، مشاو كيدوروا يفوجوا على راسهم، بقاو كيقلبوا كل وحده وشنو خدات. لاله ساره خدات واحد لاغوب كامله في الكحل وكامله نطراسيا مبينه ليها كاع المناطق الانثويه ديالها، جات طويله وفيها واحد الفتيحه من الجنب والكميمات بالدونتيل. رجاء اللي خداتها في الغوز بيبي، اما هدى خداتها في البلوسيال كاملين طوال وكل واحده بالشكل ديالها. المهم جاو زوينين كيحمقوا فحال شي فراشات، مشاو للدار باش يوجدوا راسهم، قادوا واحد الميكاب خفيف، ما بغوش يبانوا فحال شي وحدات ما عرف منين جايين، قادوا داكشي عادي. هما مشاو غير باش يكتشفوا دوك الاجواء ديال الليل وكيفاش كيدوزوا وداكشي كيفاش داير. ايوا مشاو واحد ديسكو كان معروف تما وكيمشيو له غير الناس اللي ولا بدا منهم، الناس اللي لاباس عليهم. دخلوا وبقى كيشوفوا غير الضواو، داكشي ديال الافلام. هما ما عمرهم مشاو لدوك البلايص، الوقت اللي كيكون عندهم خاوي يا اما في الدار يا اما في السونتر دابيل. وهنايا البطل ديالنا اللي كان في واحد ريستورون كيتعشى، حتى شويه صونالو واحد صديق ديالو من بعد ما عرف انه هبط المغرب. قال له فينا صاحبي؟ قال له انا غير كنتعشى. قال له ياك ما تقوليش راك جيتي حتى نسمعها من ناس اخرين؟ قال له ويلي شكون قالها لك؟ قال له الوالده. قال له ايوا خوك جاي غير على شي خدمه وصافي. قال له دابا شنو غادي دير؟ قال له انا كنتعشى ومن بعد غادي نمشي اللوتيل. هو يقول لهم واجي عندي راني في واحد البواط مقصر واحد شويه، غير واحد ساعه ولا جوج ونخرجوا نمشي في حالنا. هو يقول له والله حتى عيان. قال له غير اجي صاحبي ما خسر والو، دغيا نفوجوا شويه ومنها نشوفك ومن بعد راه نخرجوا نمشيو في حالنا. هو يقول له واخا يلا صيفط لي لوكاليزاسيون ديالك.
ايوا غير صيفط له لوكاليزاسيون، مشى عندو نيشان، دخل ديسكو، بقى كيقلب عليه حتى لقى صاحبو اللي كان جالس وناشط مع واحد جوج بنات. هو ما عندوش مع هاد الاجواء، سيرتو البنات والشراب، ما عندوش كاع، كيبغي ينشط يجلس يضحك صافي. اما داكشي ما عندوش ليه الوقت، بركة عليها غير خدمته، ولا كانت شي حاجه نيشان، شي حاجه ديال المعقول. اما هادشي ما مربيش عليه. المهم جلس وعجبو الحال، عجبت واحد الاغنيه، دار واحد سيلفي وبقى كيغني وكيشطح وكيضحك. ومن الصدفه في نفس الديسكو اللي كانت ساره وصحاباتها هدى ورجاء جالسين كيشطحوا وكيغنيو، في واحد اللحظه اللي جا واحد ولصق على ساره وبقى كيتبسل عليها. تبسل عليها المره الاولى وقالت له مالك واش دختي؟ الزم حدودك اخويا، ياك ما يسحب لك جايه لداركم غادي دير ما بغيتي، ايوا حد تكتم ولا غادي نعيط لك على لي غارد كور يهزك من هنا يلوحوك على برا. ايوا السيد هنايا مع ناشط مزيان وزايد في لا دوز، ما داهاش كاع في هضرتها وما تسوقش ليها، هي كتكحزو وهو كيجرها لعندو وما داهاش حتى في شنو كتهضر ولا شنو كتقول. شدها من يديها وكيجرها بالقوه، بدات كتنطر هزت يديها وغادي تعطيه واحد طرشه من داكشي الرفيع. شافوها صحاباتها اللي ما داو ما جابوا واخا كانوا حداها، قالوا لها ساره مالكي؟ قالت لهم من الصباح هو كيتبسل عليا، عييت ما نقول له سر عطيني التقار هو ما حشمش. مع ديك الطرشه اللي عطاتو هو وقف اسماعيل وجا لجهتهم، حيت مباشره ملي ضرباتو وعطاتو ديك الطرشه ايوا هو كان هز يدو حتى للسما وغادي يعطيها في حالها غير هي بالجهد. راكم عارفين القوه ديال الراجل ماشي هي ديال المراه. ايوا ما يجي فيه غير اسماعيل اللي شتلو يدو وحوجها لجهه ظهرو وعطاه بواحد الكروشيه الوجه حتى طاحولو جوج سنان. ايوا السيد عاد بغا يدابز، جاو لي كاع وشدوه. هنايا صاحب اسماعيل جا كيجري، قالو مالك صاحبي شنو طاري؟ ما حسيت بك حتى لقيتك كدابز. قالو لا والو، غير هاد الحمار كان بغي يتعدى على واحد البنت، ولكن انا راك عارف خوك ما عزش عليه التعدو، سيرتو على العيالات. قالو صاحبي، والبنت اجبها لهنا ملي ما بغات حتى واحد يتبسل عليها. قالو كل واحد حر في راسو او لا. ايوا خلى صاحبه وعطاه بالظهر ومشى. دار غي دورة ما لقى حتى بنت من دوك 3 البنات، مشى كيجري هو يلقاهم واقفين في باب ديال مالها وكيقلبوا على شي طاكسي يوصلهم لديورهم، حيت حلفة قطعية ما عمرهم يجيو مازال لشي بلايص بحال هادو، حيت ماشي ديالهم. الا بغاو يخرجوا يتعشاو يمشيو يرجعوا لديورهم، ما عجبهمش الجو نهائيا. وقال هادشي ديال الليل صافي ما عندنا معاه حتى شي حاجه. صراحه جو خايب وماشي ديالنا، من الاحسن كل واحد يلتزم بدارو ويحافظ على راسو، حيت هاد الاجواء ماشي ديال بنات الناس بحالنا. ايوا هنايا كيقلبوا على شي اندرايف يوصلهم للدار، حتى خرج اسماعيل ولقاهم كاملين كحزين شويه وكيتوشوشوا. صافي قلبوا على طاكسي ما لقاو حتى شي واحد، هما يشوفوا من لابليكاسيون ديال اندرايف باش يجي عندهم شي واحد ويهزهم يديهم للدار ديالهم. حتى وقف عليهم اسماعيل وقال لهم اش باقا كديروا نتوما هنايا؟ واش ما قدكمش ديك المشكل اللي درتو داخل؟ ايوا انا نقول له اين مشكل؟ السيد كيتبسل عليا، واش بغيتيني نبقى نشوف فيه؟ قال لها انتي اش جايه كديري هنا؟ ملي هو كيتبسل عليك، الا ما بغيتي حتى شي واحد يتبسل عليك بقاي في داركم، علاش جايه ومقاده وجايه لهاد البلايص هادو؟ ايوا شفتيه قلت له انت شغلك سوقك نجي فين ما بغيت، انت اصلا اش دخلك في حياتي؟ درتي خير وصافي، شكرا سيدي، سمح لينا عذبناك معانا. ايوا البنات هنايا بقاو غير كيشوفوا فيا وكيقرصوني، زعما خصني نسكت، السيد ما دار فيا غير الخير، ما خصنيش
نقول له ديك الهضره ولا نهضر معاه بديك الطريقه، وبقاو كيقولوا شوف اخويا غير اسمح ليها، راه دابا معصبه مع داك اللي ما يتسماش، كان كيقلل عليها الحياه وهي عاملته بديك الطريقه. حنايا اصلا اجبنا نجيو لهاد البلايص اول مره، شدينا العطله قلنا زعما نجيو نفوجو شويه. ها انت كتشوف اخويا هاد الجو ماشي ديالنا، عمرنا لا باقي نجيو نحطو رجلينا هنايا. اخر مره هادي والتوبه. ايوا هنا بقيت انا غير ساكته ومفقوصه على ديك الهضره اللي كيقولوا. الصراحه طيحوا لينا النيفو ديال بصح، قالت لي عاودوا له كيفاش تجينا وعلاش وصلنا ديك البلاصه، وزعما راه حنايا ما مولفينش بداك الجو. هي الا جينا نشوفو راه مزيانه، هذاك الجو ماشي ديالنا، ولكن راه حشمونا قدام السيد. ايوا البطل ديالنا بقى كيشوفو كيضحك، هو يقول اويه ما باينش عليكم الصراحه ديال هاد البلايص، ما فهمتش علاش كيفاش طاح عليكم تجيو هاد البلايص بحال هكا، عطا الله فين تمشيو ماشي بالضروره تجيو لهنا. انا قزت رجاء وهدى وقالوا له ويا يا خويا الزيغه الزيغه، وانا غير ساكته وما راضياش. هو يقول البنات يلا نوصلكم فين غادي تمشيو، قالوا له لا خويا حنا كنتسناو ان درايف. قالنا لا ما نخليكمش هنايا، ما تبقاوش تسناو بوحديتكم، عندك يسحب ليكم هنايا راه كلشي بعقلو، راه كلشي طاير له الفريخ، راه غير كيفوت 12 الليل صافي ما كيبقى حتى شي واحد واعي ولا عارف شنو كيدير وانتم ما تعرفوا. ايوا رجاء وهدى بقاو كيشوفوا بعضياتهم، هما يقولوا خويا دينا وصلنا ما عندنا حتى شي مشكل، غير ما بغيناش نعذبوك معانا. هو يقول ما كاين حتى عذاب، وانا طالع لي الدم وما حاملاهش اصلا وما عجبنيش الحال وما راضياش من الفوق. ايوا قالوا لي البنات يلا ساره زيدوا قدامنا، قلت لهم ما غاديش نمشي. قالوا لي ايوا غادي تبقى بوحدك، حنايا راه ما نبقاوش في هاد الخلا. ايوا شفت حتى عييت وجرني غير بزز. ايوا بنت الحرام انا تابعاهم من اللور، قال لك حلوا الباب اللوراني وجلسوا بجوج، وانا بقيت غير كنبرقق. ايوا الطوموبيل كانت غير صغيره ماشي دوك الطوموبيلات الكبار، غير كاريها. بقيت كي كنشوف وخلاو لي القدام هو اللي بالي خصني نجلس فيه. ايوا حليت الطوموبيل وزيت انا ما راضياش وغادي نطرطق، والبنات داروها لي بالعاني وبقاو كيضحكوا عليا. قلت لهم واخا فيكم واخا بنات الحرام هادشي ما بان ليكم ديروا ليا، عارفاني مفقوصه وما راضياش وجلستوني قدام. قالوا لي ايوا هكاك باش تتعلمي. صافي هنايا حل الطوموبيل وركب، كان بقى شويه كيهضر في التليفون مع داك صاحبو اللي خلاه تما، حتى حلوا المشكل ديال الدري اللي ضرب، ما تبعوش ديك الساعه. الحمد لله اللي زنا وخلينا المشكل من مورانا، كرة زاد كبر وزاد طلع للسما، وديك الساعة غنشوفو ديال بصح ويقدر يوصل داكشي حتى لوالدينا، نوليو شي طاب شي ما طاب. الحمد لله اللي ديك صاحبو حل كل شي غير بالفلوس. ايوا من خلال الهضره ديالو عرفناه انه اصلا غير كيجي ماشي من المغرب، يعني ما ساكنش فيها. داكشي علاش كيتمشى غير بلوكاليزاسيون، وحنايا بدينا كنوريوه الطريق حيت ما عارف والو. الا ما دارش جي بي اس ما غادي يعرف فين يخرج ولا يدخل. وصلنا حتى لباب الدار، طريق كامله وانا غير ساكته، وهو مره كيدور لجهتي وكيبقى يشوف فيا. انا اللي ما عجبني حال غير ساكته وكنشوف في النافذه اللي حدايا الطريق كلها وانا غير مزيزنه، والبنات كيهضروا وكيضحكوا معاه. هو الصراحه ظريف، ولكن جاني في واحد الوقت اللي معصبه ديال بصح، واخا حامى عليا ما رضيتش، ما عجبنيش الحال يتعامل معايا شي واحد بديك الطريقه ويزيدها يجي يحامي عليا. المهم اختكم عندها النفس زايده وبلا قياس. البنات قالوا لي واش حماقيتي، سيد دار فيك غير خير وزايدها تعصب من الفوق وباز ما عندك وجه خيتي. المهم وصلنا كيف ما قلت لكم، دار فينا خير كبير. ايوا هبط وزدحت الباب واحد زدحه، حتى البنات صراحه تعصبوا
وقالوا له اسمح لينا والله عذبناك معانا، وما ديش على ساره، راها كتزيد فيه شي شويه وما كترضاش. داكشي علاش بقات كتعامل بهاد الطريقه. ويقول لهم وانا شنو درت ليها؟ واش انا اللي قلت لها سيري لدوك البلايص؟ اللي كيمشي برجليه بلا ما يبقى يدير هاد التصرفات. انا بالعكس خصها تطلب مني السماحه، حيت انا اللي هنيتها من هذاك اللي كان كيتبسل عليها. وزيدون هي اللي قلبت عليه باش يتبسل عليها، اجدها لشي شطيح وشي تلويه قدام الناس. كون جلست في دارهم حسن. ايوا هنايا البنات حشموا بزاف ومرقوا قدام الدري، لحقاش عنده الحق، هضرته كلها في صواب. وزدت كملتها وجملتها ملي ما قلتلو حتى شكرا ولا سمح لينا عذبناك معانا، ازدح الطوموبيل وزدت في حالي. وهما طلبوا السماحه في بلاصتي وقالوا له اسمح ليها اخويا واسمح لينا حتى حنايا وشكرا، حيت هاد الليله خليتيها دوز على خير، شكرا بزاف. كنعاودو نقولوا لك اسمح لينا. ايوا مشى وقال لهم ماشي مشكل، الدنيا هانيه، غير مره اخرى ما تبقاوش تخرجوا في هذا الوقت وما تبقاوش تمشيو لدوك البلايص حيت ماشي ديالكم. ايوا هنا يا اسماعيل الصراحه غادي نقول لكم عليه بوغوس شي حاجه كتر، شي حاجه كتر ما كتخيلوا، وباينه شخصيته قويه. غير قدامنا هو يضعف وتعامل معنا مزيان، حيت حنايا الجنس اللطيف كيف ما كيقولوا. الطريق كامله ما هبطش عينو عليا، مره وكيدور كيشوف، وانا منفخه وكنشوف غير في الشرجم كيف ما قلت لكم. ايوا السيد حتى هو راه بنفسه وباينه عليه كيف ما قلت لكم، شخصيته قويه وبامتياز، وما عمر شي وحده طيحت له كلمته للارض اولا دار مع شي وحده شي جيست وهي رجعته له بالخايب. السيد الناس اولا غادي نقول البنات هما اللي كيجروا من موراه، ماشي هو اللي كيجري وراهم. كيفاش حتى تعامل معنا بهذه الطريقه، وكيفاش حتى صبر ليا على بالي وحماقي. المهم شي حاجه ماشي هي هذيك. ايوا المهم طلعنا للدار، انا طلعت وانا معصبه وجالسه. ايوا طلعوا ليا البنات كرموني، خلوا ليا غير اللي تنسات، قالوا لي ما خصكيش ديري هكا وهذاك ماشي تصرف، السيد ما دار فينا على الخير، انت خصك تطلبيه وترغبيه وتقول له اسمح لينا ملي هبطتي زحتي الطوموبيل وما قلتي له حتى شكرا، هو دار فينا غير الخير، بحال اللي هو مرغوم انه يدير معنا هاد الشيء وهادي. ايوا انا ما هدرت ما تكلمت، عارفه راسي شنو دايره، غير النفس فيا الله يستر وصافي. معصبه وجالسه قلت لهم صراحه عندكم الحق، ولكن انا راه ما كرضاش. قالوا لي خصك ترضاي، هذاك الزين كامل كان حداك وهذاك الزين كامل دار معنا مزيان، وزدتيها وكملتيها وجملتيها، سديتي الباب بديك الطريقه وزدحتيه غير زدحه. واش انتي تسطيتي ولا حماقيتي؟ بغينا نعرفوا حاجه وحده في هادو. وانا نقول لهم وصافي بركه، خليو لينا ندوزو هاد النهار اللي بقالنا على خير، بقالنا غير غدا غادي نجمعوا فيه الدار ونجمعوا حوايجنا ونقادوا اللي غادي نقادوا ونخرجوا نتعشاو برا. قالوا لي وياك جبتي علينا شي حاجه ديال نخرجوا على برا، ما عمرنا نخرجوا على برا، سيرتو يشوفونا دوك الناس اللي درنا الشوها حداهم، ولا يتلقى لنا داك الدري اللي بقى يتبسل عليك. قلت ليها ايوا يتلقى ليا لما نوريه خيزو محلاه. قلت لي باقي كتعاودي وجاك مسنطح، دابا راه معناش اسماعيل. قلت لها شنو؟ قالت لي اسماعيل. قلت لها علاش سميتو اسماعيل؟ قالت لي ايه سميتو اسماعيل. قلت لها باش عرفتوها؟ هي تقول لي ايوا عرفناها حيت بقينا معاه حنايا الاخرين، طلبنا من السماحه، عرف سمياتنا وعرفنا سميتو. قلت لهم ما عطاكم لا نمره لا والو. قلت لي خليتي لنا الوجه اللي ناخذ من عنده النمره. ايوا المهم صافي دوزنا بحال هكا واصبح الملك لله. صباح جديد ونهار جديد، صبحنا على الصباح فقنا مع ديك ال11 اللي كنا ما شاء الله. يلا نايضين كنت تكسلو، لقينا رجاء خرجات وجابت لينا الباغيت وكرواسه. المهم تهلات فينا، خسرت علينا شي 100 درهم ديال الفطور.
هكا قالت لك باش ما نساوش هاد الفطور اللي غادي نفطروا اونصومبل. ايوا طيبات البيض، حطات الفطور من داكشي الرفيع، داكشي ما نقولش لكم فطور غدا وعشاء باش ما نتفكروش الماكله نهائيا. قلت لهم شوفوا هذا غير فطور وغادي نتغداو في نفس الوقت، ولكن العشاء على حسابي. انا هبطوا غير لتحت، راه كاين واحد مول بيتزا هنايا في الشوكه، نمشيو ناكلو عنده ونطلعوا في حالنا. ايوا قالوا لي البنات صافي مشات، ايوا خلينا نجمعوا الدار ونقادو اللي غادي نقادو، ايوا ونجمعوا حويجاتنا، نصبنوا اللي غادي تصبن باش هكا غدا نمشيو هانيين. قلت لها داكشي اللي كاين ضروري، هادشي اللي غادي نديرو. ايوا جلسنا نقادو اللي غادي نجمعوا داكشي اللي خصو يتجمع. ايوا نمشيو لمكان اخر فين كاين اسماعيل اللي فاق مع 8 الصباح ومشى نيشان الدوار ديال ماماه، وبالضبط الفيرما د عائلة العرفاوي. غير سول وعرف ان هذاك هو الدوار، هو يدور وشد طريق نيشان، طريق كاملة هو كيسول على الفيرما فين جات. طلع معاه المقدم ديال الدوار وداه نيشان حتى الفيرما. هو داخل وقلبه كيطير عليه، ما عرف شنو يقول ولا منين يبدا. غير دخل هو يسول على مسيو عبد اللطيف اللي هو الاب ديالي. قال لهم ضروري بغيت نشوفه، علاش حاجه ضروريه. ايوا هنا خرج الاب ديالي كيشوف شكون هذا اللي كيسول عليه. لقاه واحد شاب باقي صغير في الثلاثينيات من العمر ديالو. سلم عليه قال له تفضل. دخل وبدا كيتعرف عليه. قال له المهم انا مهندس فلاحي، جيت ندير واحد الدراسه على التربه ديالكم باش هكا ننميو الفلاحه ديالنا في المغرب ونمشيو بعيد، لحقاش ما يمكنش هاد المنطقه تكون كدير غير فلاحه وحده كل عام او لا جوج فلاحات. حنا بغينا نطورو منها ونعطيو في المحصول الزراعي اكثر واكثر. يعني ضروري ندير واحد الاختبارات على التربه باش هكا نطورو من الفلاحه ديالكم ونزيدو بها القدام. ايوا هنا يا بابا فرح وقال له مرحبا ولدي مرحبا، هذه فكره. راحت الارض الا بقينا نزرعوها بنفس الحاجه بيان سور راه يعني كتضرر. خاص ضروري نبدلو باش نشوفو شنو اللي غادي تعطيه مردوديه احسن. ايوا هنايا سي اسماعيل وبابا تفاهموا وبداو كيديو يجيبوا في الهضره، وقال له خصني نبقى واحد الايام هنايا باش هكا ندرس التربه مزيان ونشوف بزاف الحاجات اللي غادي نحتاج ليهم. قال له الا سمحتي وريني هكا الا كانوا تيتكراو شي ديور، حيت هاد الدراسه ضروريه بالنسبه ليا وبالنسبه ليكم حتى نتوما، باش انا ننمي القدرات ديالي ونزيد بهاد الشيء القدام، وحتى نتوما تستافدوا من الفلاحه الجديده اللي غادي تبداو ديروا من هنا لقدام. قال له الله ودي جيتي حتى لعائله العرفاوي وباغي تمشي تكري، ما شتيش الدار تبارك الله يجري فيها الخيل، غادي تجلس معانا حتى تكمل الدراسه ديالك. والله يعاونك يا ولدي، انت دخلتي لي قلبي ملي خرجت عندك وسلمت عليك. حنايا دار ديال الضيافه، مرحبا والف مرحبا، تجلس معانا تاكل معانا، ما تضرب حسبه حتى شي حاجه، ومرحبا بك بقى معنا حتى عام. قال له الله ودي بركه غير هاد الترحيب اللي رحبتي بيا، معليش ضروري نلقى هكا شي دار باش كل واحد يكون مرتاح. قال له هي غادي تقلقني منك، مرحبا والف مرحبا ولدي، هذه اعتبرها دارك، وراك عارف حنا يمشي بالناس بزاف في الدار، كاين غير انا والمدام وبامي صافي، حنا اللي كاينين هنايا. ايوا هنا اسماعيل شاف حتايا وما قدر يقول والو. قال له صافي عمي اللي بغيتي. قال له اعتبرها دارك من اليوم، غادي نقول لهم يوجدوا لك الشومبر ديالك وكاع داكشي اللي غادي تحتاج، وان شاء الله ولدي تقبل علينا. الله ودي عمي.
هاد الترحيب كامل وما غاديش نقبل، بالعكس راه نتوما على راسي وعيني. ايوا قال له دوز ولدي تشرب واحد الكاس ديال اتاي معايا. قال له ماشي دابا، يلا نضربوا شي دويره هنايا في الدوار، وريني داكشي اللي خصني نعرف اول نهار، ومن بعد ندوزو نشربو كويس اتاي. ايوا عيط على البنت اللي مكلفه بجميع وداكشي، وقال لي توجد الغرفه ديال الضياف. المهم قال لي تقادها مزيان حيت كاين واحد الضيف عزيز غادي يبقى معنا واحد الوقت. بابا هنايا تاق بيه 100%، ولكن اللي ما عارفينش ان اسماعيل بصح راه مهندس فلاحي، ماشي غير كذب عليه وصافي، حيت هو عنده دبلوم ديال الهندسه الفلاحيه، وعنده 3 ديال الشركات فرنسا ديال الاستيراد والتصدير. كيف ما كيقولوا اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه. هاد الهندسه الفلاحيه ماماه اللي كانت باغيه هي يكون مهندس فلاحي، اما بالنسبه للشركات اللي داير فهذوك هو اللي باغي يدير داكشي. المهم بدا كيبين كي يدوزو الدوار، وكل بلاد كيديه ليها، كل بلاد ديال العائله ديال العرفاوي كياخد منها واحد شويه ديال التراب اولا غادي نقولوا التربه، كياخدها وكيديرها في واحد البو. هنايا اسماعيل كان اي حاجه كيقيدها، اي معلومه كي يقيدها وكيخليها عنده. بداو كيتعاودوا كيهضروا، وعرف الفلاحات اللي كيديروا تما، يعني كاين 2 حتى ل3 الفلاحات اللي كيديروا في داك الدوار كامل، سيرتو العائله ديالنا فهما كيديروا كل 6 شهور فلاحه، يعني 2 فلاحات في العام، من غيرهم راه ما كيديروا والو. ايوا تساك النهار كله نشاط وحيويه، وندوزو لساره اللي جالسه كتجمع هي وصحاباتها وكتقاد الدار باش هكا يمشيو يخليوها كتشعل. خواو الثلاجه وغسلوها وطفاوها وخليوها محلوله باش هكا ما ديرش الريحه. اي حاجه كانت عندهم حيدوها، كاين اللي عطاوه للجيران، كاين اللي لاوحوه. الخبز جمعوه وخلاوه في واحد البلاصه خاصه غير بالخبز، باش هكا داك السانديك كيهزو وكيبيعو كيترزق فيه الله. المهم غطاو اللي غطاو على حساب الغبره، سدو داكشي اللي خصو يتسد، قطعوا الماء. المهم اي حاجه خصها دار داروها. راكم عارفين كاع هادشي اللي كنقول لكم راه كيوصوه هم عليه امهاتهم، هما اللي فيهم هاد القاعده، اولا لا اولا غير اللي ضربوا الزمان. ايوا ما علينا. المهم قال لك الوصيه ما كتقتل ما كتحيي. ايوا هنا ساره قادات كلشي وقال له زعما حتى الصباح، وملي يفيقوا راه يجمعوا بلايصهم يقادوا داكشي اللي غادي يبقى. وندوزو لاسماعيل اللي كان رجع للدار وجهز كيشرب كويس اتاي مع العائله. هنايا جا الحاج والحاجه كيتعرفوا عليه، وماما حتى هي عجبهم بزاف، شخصيته واخا قويه ولكن ضحوكي، وبقى كيضحك معاهم وقال لهم زعما منين هو وحياته كيفاش دايره. غير هو ما عاودش ليهم كل شيء، عاود ليهم غير داكشي السطحي، وعاود ليهم انه عنده 2 اخواتات. المهم تعرفوا عليه وقال لهم خصني نمشي ارتاح، غادي تسمحوا لي. من بعد ما شرب كاس اتاي بطبيعه الحال ودار واحد الكوتي وقالوا له العشاء، قال لهم العشاء غير عفيوني، الله يجعل البركه هادشي كامل اللي وجدته وكتقولوا لي العشاء. من بعد بطبيعه الحال ما شرب الحريره والملوي ديال الفران وقال لك غادي يزيدوه العشاء من الفوق. ايوا رحبوا بيه، طلع الشومبر ديالو وطلع حوايجو، قاد داكشي اللي خصو يتقاد وجلس كيفاكر شويه، شد التليفون ديالو وبقى كيشوف في التصاور الفيديوهات اللي سجل واللي قاد باش يصيفطهم لماماه ويوريها كاع داكشي اللي سجل في بلادها وارض جدودها اللي توحشاتها وبلا قياس، وكانت باغا غير امتى
تشم ترابها وتشوف عائلتها وتبكي وتشكي عليهم على كاع ما داز عليها. مهم صيفط ليها بزاف د الحاجات، وصيفط ليها واحد الفيديو اللي فيه باها وامها، يعني جدي وجداتي وبابا وماما. ايوا غير صيفط ليها هادشي، هي تبقى تبكي وصونات له ديك الساعه. قالت له الو ولدي اسماعيل، انت فينك دابا؟ قال لها انا راه عندكم في الدار. قالت له اويلي يا ولدي وكي درتي ليها؟ قال لها انا راه مهندس وجيت ندير الدراسات ديالي هنايا. قالت له شفتي يا ولدي، شفتي شحال نفعاتك هادشي اللي بغيتك تقرا وانت ما كنتيش باغيه؟ ايوا انت دابا في قلب دار حبابك وعائلتك اللي ما عمرك ما شفتيهم. قال لها ماما صراحه ظريفين بزاف وبلا قياس، ما تصوريش شحال ظريفين، غير ما فهمتيش من الاول كان عليك تجي عندهم ملي كنت صغير، ولا ملي وليتي خواتاتي كان عليك تجي عندهم. هما ظريفين وما باينينش انهم غادي يقساو عليك ولا يديروا شي حاجه ماشي هي هذيك. انتي من اول مشكل مشيتي. ايوا هنايا كان اسماعيل معاوده له عمتي كل شيء. لاله ياقوت عدات له اي حاجه طرات ليها، حتى حاجه ما كذبات عليه فيها، وهو مصالح مع ذاته، ما كيهموش هذاك المسخ اللي تعدالو على ماماه وكذب عليها وسافر وخلاها. بالعكس هو القاود اللي رباه كان حنين عليه وكان كيحسبه اكثر من بناته. وزيادة على داكشي كامل امو اللي رباته على العادات والتقاليد ديالها اللي ما عمرهم ما تنساو. حتى من راجلها القاوري قبل ما تزوج به كان مسلم، وتزوجاته وزاد دخلته الإسلام. يعني أي حاجة تقاليدنا عاداتنا، سواء كل جمعة شنو كنديرو، أو لا في الأعياد، أو لا رمضان، المهم أي حاجة. وحتى مشاو للعمرة بجوج. المهم بزاف الحاجات اللي خلاتو فحال أي واحد مغربي ولا مسلم غادي نقولو. ايوا هنايا ماما بقات كتبكي مسكينه او مقهوره، وقالت له نتمنى يكون خير. قال لها ما غادي يكون غير خير ماما. صافي هنايا مشات وقالت له تصبح على خير ولدي. قال لها تصبح على خير. واصبحنا واصبح الملك لله. صباح جديد ونهار جديد. اليوم ساره غادي تشد الطريق الدوار ديالها اللي توحشاتو وشحال هادي ما جات. عيطات لبابا على الصباح وقالت له بابا ضروري القاك كتسناني في الطريق باش ان فوا نهبط من الطاكسي القاك تما. قال لها ويلي يا بنتي، والساره كامله بنتي جايه وغادي نخليها تسنى، كوني هانيه غادي تلقايني تما. قالت له صافي يا بابا، المهم انا واحد 4 ساعة وغادي يقلع الطاكسي. قالت له من هنا 2 سوايع نلقاك تما. قال لها كوني هانيه يا بنتي، الله يجيبك على خير. قالت له امين بابا شكرا. ايوا مشى السي عبد اللطيف وقال اسماعيل يلا معايا، لحقاش كانوا كيدوروا في الدوار وكيكملوا داكشي اللي ما كملوش. ايوا مشاو وبقاو كيتسناو في ساره اللي غادي يجي في الطاكسي. مشاو قبل باش هكا ساره ما تقلقش، باش تلقاه تما وسابقه. ايوا وقف وبقى يدندن هو واسماعيل كيتعاودوا وكيهضروا. حتى شويه جا مول الطاكسي، عرفوا هو هذا الطاكسي اللي غادي تهبط منه ساره، حيت شد اليمن ووقف. هنا ساره هبطات وشعرها مطلوق ودايره واحد النظارات ولابسه واحد الكسيوه اللي جاتها زوينه. هبطات خدات لافاليز ديالها ومع الهزه كيبان ليها اسماعيل واقف مع باها. ما فهمت والو، بقات كتشوف فيه وكتقول له هو لا ماشي هو، يمكن غير ليل تغلط ليا، ماشي هو. هو شو يجي يدير هنايا كازا وما عارف حتى كنت فيها، بقى غير يجي حتى لهنايا ويكون مع دارنا من الفوق؟ لا ما يمكنش. ايوا هنايا هي مصدومه وجايه سلمت على باباها وقالت له توحشتك بزاف. وبقات كتشوف اسماعيل كطلعوا وتهبطوا
هو غير شافها عينيه بدا يحكم، تيقول حتى هو واش هي ولا ماشي هي. لا لا، هي هذه صاحبة دعوتي، جيتي سلبني يديا. واخا اليوم يكون عندك أكفس نهار في حياتك. ايوا هو قال هادي جات تلبين يدي وبنت عمي من الفوق. ايوا هادي اللي ما كانش على البال. المهم هو تصدم وعجبو الحال في نفس الوقت، وقال هادي غادي تنفعني فهادشي اللي كندير، ضروري غادي تعاوني. بقى كيبتسم وكيشوف فيها. ايوا هو ينطق بابا وقال لي يا ساره كنقدم لك اسماعيل. سلمت عليه وتفكرت البنات ملي قالوا لي راه سميتو اسماعيل، وهنايا ضربني الضو وتاكدت انه هو اسماعيل اللي نقدني البارح وتعاملت معاه خايب. قلت صافي مشيت فيها، هذه هي الاخرانيه. شاف فيا وسلم عليا، قال لي متشرفين. قلت له متشرفين وانا مصدومه. قال لي اسماعيل مهندس زراعي جاي يدير واحد ديرته على التربه ديالنا، وشنو يمكن لينا نزرعو فيها من غير داكشي اللي كنزرعوه كل عام. انا مصدومه قلت له مزيان الله يسر يا بابا الله يسر. ايوا ركبت اللور ومشينا للدار. ماما مسكينه خرجات كتعنقني، جداتي الحبيبه وبا سيدي كيعنقني وانا فرحانه وعجبني الحال. هما مولفيني اكتريا كان نجلس مع ميمه وبا، كنت فاهم انا وياهم، كنت عاود معاهم، كنجلسوا في الجريده، كنت حطو كنشربوا كويس اتاي. هو عزيز عليهم يفيقوا بكري، وحتى انا اكثر الوقت ملي كنجي لهنايا كنفيق بكري وكنمشي كنت عاود انا وياهم كنونسهم. المهم كنتوانسوا حنايا كاملين. ايوا بقيت كنعنقهم واسماعيل كيشوف فيا بواحد النظرات اللي ديال الحزن. انا عند بالي اسماعيل غير كان مع بابا وغادي يمشي بحاله، حتى تصدمت بانه عايش معنا في الدار وغادي يبقى الاجل غير مسمى. ايوا هنايا بحال اللي ضربتيني بطرشه. طلعت كنطير البيت ديالي وصونيت على البنات نسولهم واش وصلوا. بالنسبه لرجاء وهدى راه ساكنين في نفس البلاصه، يعني نفس المدينه. انا اللي ساكنه في هذا الفيلاج. ايوا صونيت عليهم وما كيهضروا معايا، قالوا لي وصلنا. هدى كانت مع رجاء في الدار، قالوا لي حنايا عند خالتي دابا غادي نتغدى ونمشي في حالي. قلت لهم ما غاديش تخيلوا شكون اللي كاين هنايا. قالوا لي شكون اللي كاين. قلت لهم غادي تصدموا. قالوا لي ويلي شكون، ياك ما هذاك اللي تشانقتي معاه البارح. قالت لهم لا هذاك اللي نقدني. قالوا لها شكون اسماعيل. قالت لهم عاقلا لا سميتو بعدا ياك اسماعيل. قالوا لها سميتو اسماعيل. ايوا قالت لهم اسماعيل هو اللي معنا في الدار. قالت لها لا ما تقوليهاش، ياك ما وليتي كتخيلي سيد واش دال تما. قالت لهم راه سيد مهندس زراعي وجاي يدير واحد الدراسه هنايا عندنا. قالوا لي يا ويلي وما بان ليه غير تما. قالت لهم ايوا هانتوما كتشوفوا، ولكن قالوا لي الصراحه درويش وبوغوس سعداتك غادي تبقاي تصبح عليه وتمسي عليه. قلت لهم سيروا من الحماق، واش انا كنقول لكم السيد هنايا يقدر يشوهني. قالوا لي ايوا صافي اش يشوهك مالو فين كيعرفك، ما هو من عائلتك ما والو علاش يشوهك، مالك شنو درتي. سيد ظريف والله يعمرها دار، اش غادي يشوه فيك. ايوا قطعت عليهم وانا مفقوسه. ماما مسكينه وجدة لي كاع داكشي اللي كنبغي وداكشي اللي كنا نبغي ناكل زعما ملي كنجي. عيطات لي ماما على لقيت هاد الغدا. هبط وانا حشمانه ومرقانه. ايوا حطات شلايط والدجاج معمر تيحمقني. عرفتني مشهياه نادت وجداتو والله ما قدرت ناكلو. ماما كتقول لي كولي، قلت لها اني كناكل تناكلو بزز باش هكا ما تقلقش عليا. هو مره كيشوف فيا وكيبقى يبتسم.
انا مفقوصه شويه. خرجت، كنت ماشيه في الجرده حتى كيبان ليا راه جاي جهتي، وما كان عندي فين نمشي ولا نجي. ضروري الا مشيت في حالي غادي ندوز من حداه. بقيت جالسه في واحد الكرسي، هو يجي قال لي يمكن لي نجلس حداك. قلت له جلس. قال لي كي دايره؟ ما عرفتيش خرجتي داك النهار؟ قلت له اين نهار؟ قال لي النهار المعلوم. قلت له فين غادي نخرج؟ قال لي زعما تخرجي تمشي لداك البلايص. ايوا هادشي اللي باك مسكين كيبان لي درويش، عائلتك كامله درويشه، وانتي عزيز عليك لدوك تمشي لدوك البلايص. قلت له ياك ما تغلط لك مع شي وحده؟ فين مشيت لشي بلايصه ولا اش كتخربق نتايا؟ قال لي ياكي شكون اللي كيخربق، انا ولا انتي؟ قلت له انت فين كتعرفني اصلا وفين عمري شفتك؟ قال لي ما عمرك ما شفتيني. قلت له ما عمري ما شفتك. ايوا قال لي هاد التصاور ديال من؟ ايوا واحد السيلفي ضربه ما جا غير في وجهي نيشان، وباينه انا من الطياره والبنات اللي معايا. هدى ورجاء. انا تصدمت، قلت له شوف هاد الفوتوشوب خليها عندك. قال لي فوتوشوب؟ انا فين كنت كنعرفك ولا تصويرتك منين غادي نجيبها اصلا؟ هذه غير صدفه وخلاتك تجي حتى لبين يدي على طول اللسان ديالك. قلت له ياك اين اللسان هذا؟ قال لي ديك الهضره اللي قلتي لي انا ما مربيش وانا درت فيك غير الخير ونقدتك وشكرا ما سمعتهاش منك ولا سمح لي. وصلتك للدار زدحتي الباب ديال الطوموبيل وانا درت غير الخير. ايوا شفت سعيد وعرفت راسي وحلت. قلت له صافي يا سيدي مسحه فيا، شكرا بزاف. شكرا حيت نقدتيني ذاك النهار ووصلتيني حتى للدار. قال لي لا دابا ما دايزاش. قال لي عرفتي شنو، انا غادي نحتاجك. قلت له فاش غادي تحتاجني؟ قال لي من بعد ونقول لك. ايوا دوزت تقريبا واحد الاسبوع وانا ما كنبغيش ناكل معاه في نفس الطابله، وما كنبغيش نوريه كمارتي، وما كنبغيش نبقى بوحديتي باش يجي يهضر معايا ولا يقول لي شي حاجه. خفت، قلت فاش يحتاجني هذا. وتقريبا بقيت لمده اسبوع وانا غير كنتخوى عليه وكنشوفو هكا ملي كنكون كنطل من شرجام ولا من البالكون كيبان ليا جالس مع بابا اولا ميمه اولا با. انا بطبيعه الحال ميمه وبا كنمشي نشوفهم كل مره، حيت هو كيخرج في الصباح وكيجي حتى مع الغدا وكيرجع عاوتاني يخرج، وانا ديك الوقيته ديال الغدا ما كنتجمعش معاهم في الطابله. بقيت على هاد الحال كيف ما قلت لكم حتى دازت واحد الاسبوع. انا كنهضر مع البنات وكنقول لهم راه عنده تصويرتي في التليفون، والمشكله الا مشى حتى وراهم اش كندير يقولوا انا ديما كندير هادشي ويخرج عليا. قالوا لي هو ماشي برهوش حتى لديك الدرجه، يكون غير كيتفلى عليك وصافي. المهم قالوا لي راه خصك تهبطي شويه، تخرجي وتفوجي، ماشي تبقاي في البيت. واش انتي مشيتي من الحبس وغادي تدخلي لحبس اخر؟ ايوا صافي انا هبطت ووليت كنتعامل عادي. غير هبطت فطرت كما العاده وقالت لي ماما راه خالتك وبنتها غادي تجي اليوم. قلت لها ايوا مرحبا بهم، وانا ديك بنتها ما عنديش معاها يا ربي تسمح ليا، ديما كتبغي تلصق وكتبغي تفهم في كل شيء، وهي دير راسها راه هي اللي عارفه شنو كدير. ايوا غير جاو كما العاده بابا مشى يجيبهم وكان معاه حتى اسماعيل. جاو بجوج حلو الكوفر جبتو لافاليز ديالهم، سلمت عليها وهنايا سلمت عليا وبقات كتسلم وتزير زعما، حتى ولات كدير واحد التصرفات ما موالفاش ليها. ملي جلسنا في الغدا كتبقى تشوف اسماعيل وتبتسم وتبغي تجبد معاه الهضره. هي الصراحه كما قلت لكم ما كتحشم ما كتمرق. صافي
تغدينا وسالينا شويه. اسماعيل خرج لبرا، او دات له البنت واحد سوينيد اتاي مولف كي يشرب اتاي من مور الماكله، وجلاس داير رجل فوق رجل، وشاد البيسي ديالو وكيخدم الخدمه اللي خصو يدير. حتى بانت لي آية مشات حداه، انا اللي سكن معانا في الدار وما درتش هادشي، كل شي لاحظها فيها وما عجبهمش الحال. بالنسبه لخالتي ما عجبهاش الحال نهائيا، حيت بينت انها خفيفه وبلا قياس. ومشات كتعاود له بغي تعرف عليه كتر. انا ما عجبنيش الحال وما حملتش راسي، قلت شوفي كيفاش جات من مورايا ولات كتهضر معاه ويتعاودوا. ولكن هو كان عارف شنو كيدير، عرفني انا كيفاش دايره وهي كيفاش دايره، غادي تطير من المقله، لزمها عند حدودها وبقى كيتعامل معاها عادي. انا بالفقصه طلعت الفوق، كيف ما قلت لكم ما عنديش معاها، واللي بغى يتقلق يتقلق زعما خالتي، حيت هي كطير. طلعت صوني سال البنات نيشان ودرت ليهم اب الفيديو، قلت لهم شوفوا قالوا لي شنو، قلت لهم شوفوا آية بنت خالتي ربيعة غير جات لصقت على الدري بغات تطلقو، هو كيتهرب منها وهي كتمشي تلصق فيه. ايوا قالوا لي ايوا خليها راه بوغوس بالسيف ما تلصق عليه. قلت لهم ياكم؟ قالوا لي قالوا لي واش نتي خليتي هاد البوغوس كامل ومخليها لبنت خالتك اللي جاتك من موراك؟ ايوا بازلك اختي، انا اصلا داك النهار شفتو كيفاش كيشوف فيك، باينه صك عجبتيه، ولكن نتيا ما خليتي فيها ما يدار. قلت لهم ما عارفينش ان الولد الا رفضته البنت ولا حمرت فيه من الاول راه كيحمق عليها. قالت لي باينه كيحمق عليك، واش هو كيشوف فيك بعدا؟ قلت لهم كيشوف فيا وكيبقى يدير فيا شي نظرات ما فهمتهمش. قالوا لي وانتيا؟ قلت لهم انا الصراحه هاد السيمانه كامله وانا نبغي غير نشوفه، ما بغيش نتلاقى معاه فاز، ولكن ملي كيكون جالس في الجرده كنبقى غير حاضيه وكنشوف شنو كيدير وبغي نعرف عليه كل شيء، وغير كنشوف غادي يشوفني كنهرب. وملي شفتو جالس مع آية وكتهضر معايا وتجبد معايا الهضره ما حملتش راسي. ايوا هما البنات قالوا انه الحب يا ساده. ايوا رانتي طحتي في السيده لاله ساره. قلت لهم اش كتخربقوا، انا غير عاودت لكم داكشي اللي كنحس به. قالوا لي ايوا حتى حنايا قلنا لك داكشي اللي خصو يتقال. ايوا نتيا باينه طحتي في السيد طيحت لعمه في الظلمه. قلت لهم صافي، اصلا هو كيهددني بالتصاور وقال لي زعما خاصو يتعرف عليا وغادي نفعو شي شغل، اذا هو باغي غير حاجته مني ما باغي والو. ايوا قالوا لي اجمل حاجه هذه كون كنا في حالك كون مشينا شفنا شنو باغي. ايوا دوزت قلت لهم صافي انا خصني نشوف ضروري هذا اش باغيني ولا شنو هي هاد الحاجه، انا راسي ضرني وما خصنيش نخلي عليه ديك اللي فعد آية. ايوا هنايا خليت الفرصه اللي غادي يكون غير بوحديتو ومشيت عنده. قلت له ايوا كاع ما قلتي لي فاش غادي تحتاجني؟ قال لي انت اللي غبرتي ومبقيتيش باغا توريني وجهك ولا خفتي شنو غادي نطلب منك. قلت له شنو غادي نطلب كاع؟ قال لي ايوا راكي عارفه. ايوا انا نهز يدي او كنت غادي نعطيه بواحد الطرشه حتى يميل حنكو. هو يقول لي ايوا حدك تما، واش تلفتي ولا مالكي؟ قلت له انت اللي حدك تما، عندك يسحب ليك انا من هادوك وغادي تقول انا عليها شاد واحد الفوتو اجي نلعب فيها كيما بغيت. راه انت غلط، سير عرف راسك شنو كتخرج من فمك ولا غادي نشوهك هنايا وحسك ما يبقاش يدور عندنا. قال لي علاش انا قلت لك هاد الهضره؟ وزيتون انتي كتسبقي الاحداث بزاف وكتقلبي على المشاكل
وانا ماشي عقلي مسخ كنفكر في حالك. ودابا لا بقيتي كتمادي اكثر، راه انتي ما كتحشميش وديما سابقه الاحداث. الا زدتي تماديتي معايا غادي نمشي نعاود ليهم كاع داكشي اللي كديري في المدينه، ولا وليتهم الفوتو راه انت اللي خاسره ماشي انا. واش فهمتي ولا لا؟ قلت له صافي دابا شنو بغيتي؟ قال لي اري النمره ديالك. قلت له كيفاش؟ يلا غادي نبدا نهضر. هو يقول لي واش انتي ديما هكا؟ شويه تواضعي وهبطي الارض. رحنا يمشي طالعين الفوق، راه كلنا فحال فحال. قلت لك عطيني النمره ديالك، واش هذه حتى هي جاتك صعيبه؟ قلت له واخا قيد. عطيته النمره ديالي، شويه هي تبان ليا ايه يلا قيدها. ايه بانت لينا جايه. هو حنا راسو وبدا كيهضر ليا زعما على الارض وداكشي. قلت له داكشي عندكم زوين صراحه، انا هاد الدومين ما عنديش معاه. غير جات مع داك الدومين ما عنديش معاه، هي تقول له ايه انا عندي معاه بزاف وبغيت نتعرف على هاد الدومين اكثر. عافاك كمل لي الشرح ديال داكشي اللي كنتي كتقول لي. هو حسيت به التقرص. قلت لهم نخليكم، وشافني تعصبت ديال بصح طلعت وبديت غادي نطل. حتى شويه شفتو مخلي ايه ومشاو في حاله وخلاها تما جالسه، حتى بدات كتنفخ حيت خلاها ومشى. كانت مسكينه ناويه تكمل معاه الهضره، ساعه ما حاشاهاش حتى عليها. حتى شويه كيبان ليا شي نمره كتصوني لي وانا جاوب. قال لي الو. قلت له الو. قال لي عرفتيني؟ قلت له بطبيعه الحال عرفتك. قال لي غادي تسمعي لي ولا لا؟ قلت له بطبيعه الحال مادام عطيتك النمره فضروري خصني نعرف شنو باغي. قال لي المهم غادي نجيك من الاخر وغادي نقول لك انا ولد عمتك. قلت له اش كتقول؟ واش من نيتك؟ قال لي واسمعيني. قلت له ما فهمت والو. قال لي المهم انا ولد عمتك اللي مشات هاد شحال قبل ما تزادي انتي وغبرات وغبر ليها الاثار. قلت له واش عمتي ياقوت؟ قال لي انا ولد ياقوت. قلت له كيفاش مهندس زراعي وداكشي؟ ما فهمت والو. قال لي مهم هادشي كامل بصح وما كذب في حتى شي حاجه، ولكن انا باغي نصلح بزاف د الحاجات وباغي نرجع ماما عندكم، باغي نرجعها في حضن والديها توحشتهم بزاف وملي كنشوفها قلبي كيتقطع. بغيتها ترجع وتشوف والديها وتفرح بيهم. هادشي اللي باغي وانتي غادي تعاونيني. قلت له ولكن انا شنو غادي ندير؟ المهم غادي نمثلو اننا خطبتك، ونهار الخطبه غادي نجيب ماما ونشوف شنو غادي يقولوا، واش غادي يتقبلوها ولا لا. قلت له لا ما نقدرش نكذب. قال لي وشنو دابا ما غاديش تعاونيني؟ قلت له كيفاش غادي نقول ما فهمت والو والله ما فهمت شي حاجه. قال لي مهم غادي تقبلي الزواج وفي الخطوبه زعما راه والديا اللي جايين وانا غادي نحطهم قدام الامر الواقع، حيت ما يمكنش ليا نجيبهم غير هكاك. ما عرفش كيفاش غادي نجيبهم، داكشي علاش بغيت نجيبهم بهاد الطريقه. قال لي المهم سمح لي واحد دقيقه غادي نهضر مع ماما ورجع نصوني ليك. قلت له واخا. وانا مصدومه وكنفكر كنقول واش انا كنحلم ولا ما كنحلمش. شفتو زرب عليا وكيقول لي نتزوجوا. ما فهمت والو. وهنا يعيط لماما وقال لها هاد الفكره اللي طاحت عليه. قالت له شوف ولدي انا هادشي ما بالياش فيه، وكيفاش غادي تخلي البنت مسكينه تقبل هاد الزواج وتمثل بلا فائده؟ قالها ماما انا غادي نتزوج بها بصح، وانا كنبغيها وعجباتني من اول نهار. انا ما باغيهاش غير زواج ديال بالعاني وصافي، انا باغيها تعاوني وفي نفس الوقت نصدمهم
وانتي تجي وما غادي تخافي من والو. انا متاكد 1,000,000% انا جدي وجداتي وعمي حتى هو حيت عاود لي ان اختو عيا ما يقلب عليها وما لقاهاش. خاصك تجي انتي وبابا وخوتي ضروري وتجي، وانا غادي نقاد هادشي في اسبوع ونديرو الخطوبه. اش بان ليك؟ قالت له اللي بان لك ولدي. قال لها شوفي احنا ما خصناش نتعطلوا، وشحال ما طولنا المده شحال ما كيكون داكشي صعيب، وانتي طولتي المده بما فيه الكفايه. قلت له صافي يا ولدي اللي بان ليك. قال لي تسنى يا ماما غادي نصونيو ابل فيديو انا وياك وساره وشوفيها كيفاش دايره. انا عاودت لها كلشي، انتي تعاملي معاها عادي وما تقولي لهاش راه هاد الزواج غادي يكون حقيقي. ايوا صونيت على ساره وقلت لها غادي نصونيو ابل فيديو باش تعرفي على عمتك. صونا على عمتي وبقيت كنشوف فيها وكنبكي كنبكي كنبكي، دموعي مبغاوش يحبسوا. قلت لها عمتي ياقوت انا ما عمري ما شفتك، ولكن كنسمع عليك بزاف، ماما كتعاود لي، بابا كيعاود لي، بابا كيضل لي يتألم، باغي يشوفك في اقرب وقت. هي ما نقلب عليك ما خلا فين نقلب وما لقاكش. اما جدي بعد المرات كنهضروا عليك وكيبقى غير يتنهد. جداتي اللي نشفو دموعها وما عرفاتك لا فين مشيتي وخليتيها. كل شي مقور، كون جيتي شحال هادي كل شي قلب عليك وعيا وصافي. ما بقاش قادر يزيد يفكر، حيت ما عارفينك لا حيه ولا ميته. دابا انا فرحانه وانا هادشي غادي نجي نديرو على قبلك باش تجمعي مع العائله ديالك الثانيه اللي بطبيعه الحال ما عمرهم نساوك. عمتي اللي بقات كتبكي حتى هي، واسماعيل اللي مأثر وكيشوف فينا وعاجبو الحال، كاين الحب في عينيه. واصبحنا واصبح الملك لله. صباح جديد ونهار جديد. ايوا على الصباح في الفطور انا ما قديتش نهبط، درت راسي فيا الوجع، بقيت جالسه في شومبر ديالي. وهنا اسماعيل افتتح الموضوع مع الدار وقال لهم بغيت نقول لكم شي حاجه. انا غير 15 يوم اللي جلس معنا في هاد الفيرما، وقال لهم راني باغي نتزوج بنتكم ساره على سنة الله ورسوله. وانا بغيت ندخل من الباب، ما بغيتش ندخل من الشرجم. بانت لي بنت ظريفه ودرويشه ودخله سوق راسها. هنايا كلشي تصدم، كلشي بقى كيشوف بعضياتو. قالوا له ايوا ولدي والديك. قال لهم والديا بطبيعه الحال قلتها لهم هما الاولين، واسبوع الجاي ان شاء الله غادي يجيو حتى لهنا ويطلبوها من يدكم رسميا. هنا كلشي فرح وعجبو الحال، حيت اسماعيل دني دري اللي مأصل منظم درويش، يعني واخا عاش مدة طويلة في فرنسا وقولوا حياته كاملة، ولكن بقى محافظ على الأصالة ديالو ومحافظ على أي حاجة ديال الأصول ديالنا المغربية. داز أسبوع ديال التوجاد، بيان سور جاو سولوني وأنا وافقت. هذا هو الشرط ديال اسماعيل، انهم ملي يجيو يسولوني نقول لهم انا موافقه على هذا الزواج. واخا هذا الزواج كيف ما غادي نتفقوا انا وياه غير غادي يكون باش تجي عمتي وتلاقى بوالديها ومن بعد نقولوا لهم ما تفاهمناش. هنايا سيمانه كامله وحنا كنوجدوا كنخرج انا وياه كيشري داكشي اللي خاصني، ساقوا فيه بطبيعه الحال. اما واحد بغات طير، بغات نفجر، بغات تموت بالفقصه، حيت نهار كانت كتقرب ليه قال لها سمحي لي انا كنبغي بنت اخرى وغادي نتزوج بها. هنا بيان سور كان حاطني في بالو وباغي يدير هاد الزواج باش يجيب عمتي. تقربنا لبعضياتنا ولا كيعيط ليا كيهضر معايا زعما كنتفاهموا، كتعيط لي عمتي كنتفاهموا كنضحكوا ولينا قراب لبعضياتنا بزاف، ولا كيحسني انني قريبه ليه وحتى انا كنحسو انه قريب ليا. وكنقول له يا ريتكم كان هاد الزواج اللي غادي نديرو بصح، يا ريتكم كان بصح.
انا حس بيا انني باغياه وعاجبو الحال معايا، وحتى انا عجبني الحال. جا النهار اللي غادي تجي فيه عمتي، مشى تلقى ليها بالطوموبيل ديالو، حتى هما كانوا جايين في الطوموبيل ديالهم. صافي وصلها حتى الدار، تبدلت عليها الفيرما بزاف، تبدل عليها الجو، تبدل عليها كل شيء. ملي دخلت كل شيء بقى كيشوف مداو ما جابو. ميما في واحد اللحظة وقفات انا بالقفطان ديالي البيض والدموع كيسيلوا من عينيها، حتى شي واحد ما فهم شي حاجه. ميما اللي قالت لهم بنتي ياقوت هادي، بنتي ياقوت هادي، واقفه والدموع كيسيلوا كترعد. اما الوليد اللي مشى كيجري وعنقها قال لها ياقوت، قالت له عقلتي عليا؟ قال لها شكون اللي يقدر ينسى ياقوتة ديالو؟ انتي اختي اللي كان حماق عليها ومشيتي وخليتينا. بقاو كيتعانقوا كيتباكاو. جدي اللي كان واقف حتى جلس ما عرف باش تبلى. عمتي اللي مشات كتجري عند ميمه وبقات كتبوس لها يديها وراسها وكتعنقها وكتبكي. كل شي بدا كيبكي كي يشوف زعما هذاك الشيء اللي وقع، اللي ما كانوش حاسبين له حساب. عمتي اللي مشات عند جدي وعنقاتو وهو بدوره عنقها وقال لها سمحي لي يا بنتي، سمحي لي حيت فرطت فيك، سمحي لي حيت كنت اناني، سمحي لي حيت بغيت غير راسي وما سولتكش يا بنتي شنو طرالك. هو جدي من بعد عرف كل شيء، عرف ان هذاك ولد الحرام هو السبب في هادشي كامل. اما هي كانت صغيره ونيه وما عارفه حتى شي حاجه. هنايا تسامحنا كاملين وبقينا كنبكيو وصافي. عند بالي راه هاد الخطوبه صافي ما بقى منها والو، يعني حنا درنا غير فيلم وسالا. وهنا يا عمتي بدك كتقول لجدي ايوا راني جيت طالبه رغبه في بنتكم ساره الولد اسماعيل. انا درت في اسماعيل وغادي نهضر. هو يشد يدي وزير عليها وقال لي كنبغيك. انا تصدمت، ما عرفت باش تبليت ونسيت ما قلت لكمش حتى صحاباتي راه كانوا حاضرين. هدى ورجاء راه ما يمكنش نكون بلا بيهم، سيرتو في هاد الظروف هادي. عند بالي غادي تكون غير خطوبه ديال بالعاني، داكشي علاش عيطتهم يواسيوني ونضحكوا شويه ونفوجوا ويوقفوا معايا حيت عاودت ليهم كل شيء وفرحوا بزاف حيت عرفوا ولد عمتي. ايوا هنايا اسماعيل ملي شدني من يدي وزير عليا وقال لي كنبغيك، عرفت ان هاد الزواج غادي يكون حقيقي. وانا بدوري قلت له الصراحه حتى انا. المهم شدينا بعطياتنا وبقينا جالسين. صافي دازت الخطوبه على خير وبخير، كلينا ضحكنا شبعنا نشطنا ضحكنا اشطحنا ودوزناها فوق مزيان. طلعت انا والبنات كنت عاودوا وفرحانين ليا وكيعنقوني وكيقول لي ايوا شفتي هاد الزواج ديال بصح، ايوا شفتي والله الا قلتيها كل مناقره كتسالي بحب. هبط كنعنق عمتي وجلست حداها وتعاودنا شويه. خرج انا واسماعيل كنتعاودوا برا وكنتقربوا من بعضياتنا. هنايا عنقني اسماعيل وقال لي كنبغيك وبصح ومن قلبي، ومن نهار شفتك بغيتيش حيدي ليا من بالي. انتيا ما كاينش في حالك. هنايا رجاء وهدى كيشوفوا فيا من الفوق وكيضحكوا وفرحانين ليا. درنا العرس في اقرب وقت، درناها من هنا 20 يوم. دوزنا واحد العرس اسطوري اللي بجدي عرض على الدور كامل، فرح بيهم وكل شي كان ناشط وفرحان. وكيقولوا بنت عبد اللطيف تزوجت ولد عمتها اللي كانت غابرة شحال هادي ويلاه رجعت. كل شي تصدم وكل شي عرفوا ان داك المهندس راه ولد عمتها. فرحنا ونشطنا ودوزنا احسن ايام حياتنا. عمتي وراجلها وبناتها جاو استقروا في المغرب وقالت لك ما عمري ما نرجع لفرنسا،
البنات الا بغاو يرجعوا هذاك بلادهم بلاد باهم، ولكن انا ما رجعش. انا نبقى حدا والديا، نشم فيهم الريحه ونبقى حداهم، ونرجع كاع داك الوقت اللي ضيعت وانا بعيده عليهم. واسماعيل حتى هو رجع سكن في المغرب وكمل الدراسات ديالو. اما الشركات ديالو فكل وقيته كنمشيو انا وياه وكنكملو داكشي ليه خاصو يدار. الشركات غادا مزيان، انا كملت قرايتي، وانا واسماعيل عايشين احسن ايام حياتنا. ايوا هنايا قصتنا سالات، اما قصة سارة واسماعيل عاد بدات.